السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير وكل عام وأنتم بخير. معلش الفيديو جاء متأخر شوي لكن تحملوني. الفيديو هذا بمناسبة العيد، طبعا عيد الأضحى المبارك. كان هو غدا وعشاء. طبعا سلقت اللحمة أول شيء، حطيت عليها منكهات، فلفل أسود، قرفة، هيل، بصل. الآن بعد ما استوت اللحمة طلعتها. طبعا كان القدر كبير وعشان كده خليته على عين في الأرض. الآن أقوم حطيت على اللحمة طبعا ليمون. طبعا سويت خلطة عبارة عن ليمون، فلفل أسود وملح وشوي من مرقة اللحم نفسها، أخذت الدهن اللي فيها وغطيت فيها اللحمة وحطيتها في الفرن. طبعا صفيت المرق، الآن قاعدة أصفي المرق من المنكهات اللي كانت فيها. طبعا أنا عندي الرز مغسل منقوع على أساس إني أحطه عليها. طبعا قبل ما حطيت الرز اللي كنت أبغاه آخر شيء، سويت الكشنة اللي هي الحشو اللي على الرز. بصل مع زيت، مكشن بصل، حطيت عليه ملعقة كاري، فلفل أسود وكمون وكزبرة ناشفة، وماجي، قطعتين ماجي وزبيب. طبعا هذا نحطه على الرز بعد ما يتشرب مايته ويستوي. كذا أصبحت جاهزة. هنا أصبحت جاهزة زي ما انتم شايفين. الآن حطيت الرز، طبعا المرق أول شيء أتأكد من الملح يكون مضبوط، بعدين حطيت عليه فلفل حسب الرغبة، هو الأفضل صراحة. بعد ما يتشرب الرز مويته أقفل عليه وأخليه ربع ساعة على نار هادية جدا. بعد ما تشرب مويته الآن تماما واستوى زي ما انتم شايفين، خلاص مستوي جاهز. حطيت عليه نفس الحشو أو الكشنة اللي سويتها. طبعا بعد ما احطها عليه اقفل عليه واخليه حتى لو ما في نار، يعني حتى لو تقفلين النار عليه، بس اهم شيء ان تنزل نفس الحشوة، الرز ياخذ طعم الحشوة. فقفلت عليه تقريبا 10 دقائق، والآن هذا شكله النهائي. خلاص ابعد الحشوة على جنب كذا عشان نغرف. طبعا معليش المطبخ كان زحمة بالأحباب. بعد ما طبعا حطينا الرز على في الصحن، نضيف اللحم. طبعا اللحم كان ما شاء الله متهري بالمرة، مستوي على الآخر. حطيت عليه بصل مكرمل وحطيت شرايح الليمون للزينة. وكل عام وانتم بخير وعلينا وعليكم بألف عافية. أشكر المشتركين الجدد اللي اشتركوا في قناتي، لكم كل التقدير والاحترام، وأشكركم على دعمكم، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.